لو حضرتك بتشحنها غلط، هي اللي اضطرت تغير البطارية بالكامل. ايه اكتر حاجة بتخوف الناس من العربيات الكهرباء؟ تابعنا لاخر الفيديو عشان فيه مفاجأة مهمة جدا. احنا واخدين فكرة عن بطاريات العربيات الكهرباء انها شبه بطاريات الموبايلات، لكن هي مختلفة تماما. بطاريات العربيات الكهرباء هي بطاريات عبارة عن مئات الخلايا اللي جوه الميديولز، والميديولز دي جوه باك كبيرة جدا، وبيتحكم في كل ده حاجة اسمها البي ام اس، وكل ده مش موجود اصلا في بطاريات الموبايلات. بطارية الموبايل قطعة واحدة، لو باظت كلها بتترمي او بتتغير، لكن في بطاريات العربيات الكهرباء ممكن نغير الخلايا اللي موجودة جوه، او خلية واحدة او مديول واحد. هو ده اللي بيفرق البطاريات بتاعة الموبايلات عن العربيات الكهرباء. بطاريات العربيات الكهرباء ليها اشكال مختلفة وكتيرة جدا، يعني الخلايا اللي من جوه دي ممكن تبقى صوابع باحجام متنوعة، وممكن تبقى بطاريات مستطيلة، وممكن تبقى شرائح طويلة زي البليد باتري. البي ام اس اللي موجود في بطاريات العربيات الكهرباء هو المسؤول عن التحكم في الجهد او تساوي الجهد بين الخلايا وبين المديولز اللي موجوده جوه البطاريه، وهو المسؤول عن تنظيم الكهرباء اللي خارجه من البطاريه او حتى اللي داخله ليها، علشان يقدر يعادل درجات الحراره او الجهد او الفولت ما بين الخلايا بالكامل. وده طبعا برضه مش موجود في بطاريات الموبايلات. يعني هي بطاريات العربيات الكهرباء ما فيهاش اي مشاكل خالص؟ محدش قال لك كده، لا فيها مشاكل برضه، بس المشاكل بتاعتها بتبقى حلولها اسهل شويه من المشاكل اللي بتبقى مثلا في بطاريه الموبايل. يعني تقدر تغير الخلايا او المديولز او حتى البطاريه بالكامل، وهي دي المفاجاه. تابعونا في اخر الفيديو. طب امتى اقلق بقى من بطاريه العربيه الكهرباء؟ تقلق انها ممكن يحصل فيها مشكله لو حضرتك بتشحنها غلط او بتتعامل معاها غلط. تشحن في درجات حراره عاليه جدا، بتسيب البطاريه بتنزل تحت 20%، دايما بتفور البطاريه ل 100%. لا، اتبع التعليمات المظبوطه او المطلوبه علشان البطاريه تعيش معاك فتره اطول وفتره اكبر، وما تقلقش من بطاريه عربيتك الكهرباء. طب والسعر؟ وده سؤال كل الناس اللي بتيجي تشتري عربيات كهرباء بتسأله أول ما بتشتري العربية. هو حضرتك لما بتشتري عربية بنزين أول حاجة بتسأل عليها في العربية وهي زيرو هو سعر موتور العربية البنزين كام؟ طب اشمعنى العربية الكهرباء؟ خليني أفاجئك بقى في موضوع السعر. سعر البطاريات أو سعر الكيلو وات في بطاريات العربيات الكهرباء كان حوالي $1500. الكلام ده سنة 2019. عارف النهاردة بقى بكام؟ تقريبا ب $110. شايف الفرق والانخفاض في السعر قد ايه؟ والاهم من كده ان من 2011 لغايه النهارده دراسات بلومبرج كانت بتقول ان 1.5% فقط من العربيات الكهرباء اللي موجوده على مستوى العالم هي اللي اضطرت تغير البطاريه بالكامل. يعني 98.5% بطارياتها شغاله لغايه دلوقتي. وصلنا بقى للمفاجأة. في مصر النهاردة وعلى مدار الأيام اللي فاتت دي وعلى مدار الأسابيع اللي جاية هتسمعوا عن شركة مهمة جدا، مش هحرق اسمها بناء على طلبهم هم، موجودة في مصر وبتغير بطاريات العربيات الكهرباء. أيوة، زي ما سمعت كده بالظبط، بتغير بطاريات العربيات الكهرباء جوه مصر، سواء خلايا أو مديولز أو حتى بطارية عربية كهرباء بالكامل. جربوا؟ جربوا في أكتر من عربية، ولكن هم مستنيين اللحظة المناسبة بعد أكتر من تجربة ناجحة عشان يعلنوا عن الشركة. بالتوفيق ليهم، هتعمل طفرة كبيرة جدا في العربيات الكهرباء في مصر. ايوه، هتعمل طفره كبيره جدا وتلغي قلق ناس كتير جدا بتقلق من اكتر حاجه بتقلق الناس في العربيات الكهرباء، وهي البطاريه. اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.